طبعا كده بنضرب اهوت يا اصدقاء زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا تفضل تضرب بقى لحد ما تشوف يعني يفضل يتقل معاك. هو كده بيفضل يتقل. اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. النهاردة ان شاء الله هنصمم مضرب نسكافيه. ان شاء الله هيبقى مضرب احسن من اللي بيتباع ده. كده موتور صغير هنحتاجه معانا، وهنحتاج شاحن 5 فولت، وهنحتاج كفر بتاع لمبة فاضية اهي، وهنحتاج البلاستيكة بتاعت عصير او شاليمو ايا كان الاسم. نبدأ كده ان شاء الله هنعمل مضرب للنسكافيه. تابعونا. اول حاجة دلوقتي يا اصدقاء، انت بتجيب لمبة عادية زي دي كده اهو. فكينا الكفر ده وفكيت القلاووز بتاع اللمبة ده بالشكل ده اهو. ده مش محتاجينه في حاجة. وهنبدأ نثبت الموتور بتاعنا، بس قبل ما نثبته هنفتح فتحة هنا كده عشان نعدي فيها السلك بتاع الشاحن، وهنشوف مع بعض. بعد ما فتحت فتحة بالشكل ده يا اصدقاء، هنبدأ نعدي منها الكابل بتاع الشاحن بالشكل ده اهو. بعد ما عديته كده هنبدأ بقى نلحم الأطراف دي في الموتور الصغير. لو وصلت كده الموتور هيلف معايا كده، لو عكست الموتور هيلف معايا كده. يعني بتعكس الأطراف بتغير اتجاه الموتور. طبعا أنا عايزه يلف معايا كده، فهوصل كده الموجب هنا والسالب هنا. هنبدأ كده نلحمهم ونشوف مع بعض. هنبدأ نلحم كده يا أصدقاء الأطراف بتاع الشاحن. كده لحمنا الأطراف أهو. هبدأ بقى أبيت الموتور الصغير ده في اللمبة بالشكل ده كده اهو، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وهنبدأ بقى نشد الكابل شوية كده لبره، نسيب بس المسافة اللي احنا محتاجينها. بس كده يا اصدقاء اهو. هنبدأ نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبدأ نثبته بمسدس الشمع زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ بالمسدس كده ونبدأ نثبت المحرك الصغير ده. بعد ما ثبته بالشكل ده كده يا حضرات، هنبدأ بقى نجيب الكفر بتاعنا ونقفل اللنده بتاعتنا عادي بالشكل ده كده. قفلت معانا اهي. وهنبدأ القطع الألوز اللي قلنا مش محتاجينها، لا هنحتاجها عشان الشكل برضو تمام. هنبدأ نعديها من الفتحة دي كده اهو. ولو الفتحة ضيقة تقدر توسعها شوية مفيش مشكلة بالشكل ده. وهنبدأ نقفل برضو بالشكل ده كده، برضو متحرك معانا اهو. بعد ما قفلناها بالشكل ده كده يا حضرات زي ما حضراتكم شايفين كده، هنبدأ دلوقتي بقى نجيب ايه؟ هنجيب القطعة البلاستيك دي تمام. وبيبقى فيه معدن زي كده بس انا ما عنديش. لو حضراتكم مش عايزين تركبوا البلاستيك ده، هنبدأ برضو نثبتها هنا كده وهنشوف مع بعض. بعد ما ثبتها بالشكل ده يا حضرات، هنبدأ بالمقص بقى ونقصف الحتة دي عشان دي كبيرة قوي. هنبدأ نقطعها كده زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ دلوقتي بقى نجيب نسكافيه
ونجيب كوباية ونشوف مع بعض. بس قبل كده هنجرب بس كده تجربة كده من غير النسكافيه. شايفين يا حضرات؟ هنبدأ بقى نجيب النسكافيه وكوباية ونشوف مع بعض هيعمل معانا ايه المضرب الجميل ده. هنجيب كوباية وهنحط طبعا فيها السكر، بعد ما حطيت السكر هنحط النسكافيه زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنبدأ نضع المية المغلية. طبعا بنضع كمية بسيطة خالص من المية بالشكل ده، وبنبدأ بقى نشغل المضرب اللي احنا عملناه بالشكل ده اهو. طبعا كده بنضرب اهو يا اصدقاء زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا تفضل تضرب بقى لحد ما تشوف يعني يفضل يتقل معاك. هو كده بيفضل يتقل معاك، كل ما تضرب فيه بيتقل معاك بالشكل ده اهو. وطبعا تخف المية عن كده، انا زودت مية شوية، تخف مية عن كده. بس انا كده بالنسبة لي كده خلاص هفصل، وهنبدأ نزود مية. زي ما حضراتكم شايفين كده يا حضرات. طبعا انا كده خافف النسكافيه، انا مش مزود نسكافيه. تاني حاجة انا زودت مية في الاول، فعشان كده تلاقوا الوش مش قوي. بس كده يا حضرات، ده كده كان فيديو بسيط عن ازاي تقدر تعمل مضرب نسكافيه يكون معاك رائع. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.